حبه لكل ما يمثل الجمال والابتكار لم يتوقف عند رسم لوحة، لكن تعداه إلى تجسيدها في مجسم. وأي مجسم هذا الذي يريد أن يحوله إلى بناية حقيقية؟ محمد هديمي مخترع جزائري توصل سنة 2007 بعد دراسات إلى ابتكار خط خاص بالجزائر يعرف بالخط المعماري الجزائري. الخط المعماري الجزائري هو تحويل الحروف إلى هندسة معمارية. عمله يبدأ بوضع مخطط ثم الرسم ليجسده في مرحلة لاحقة في مجسم يكون مطابقاً للمعايير الهندسية المعمارية. المهندس المعماري كي يجسدها يجب أن يرى المجسمات لماكات، ولقد بسطت لهم كيفية إنجازها، لأنه يبدأ من الحديقة، من المدخل الرئيسي، من الحديقة المساحة العامة إلى أن مدخل البناية، والمدخل البناية بالسلم، سلم مثلا سلم 200 أو 400 حسب السلم الذي يضعونه. مثلا 1 سنتيمتر يعادل 3 أمتار على البناية. قد تتساءلون كيف تحول الحروف إلى بناية؟ اللام هو برج زجاجي. الميم طبعا هو بناية صغيرة، ثم الألف برج زجاجي أيضا، برج زجاجي لها قبة هكذا كما تلاحظين. الذال والألف في الوسط، يعني في الوسط، ويأتي برج زجاجي آخر بطريقة عصرية. لكن هل هذا النوع من الخط المعماري يمكن أن يجسد بسهولة؟ الخط المعماري الجزائري يقتصر فقط على البنايات الإدارية والثقافية والسياحية، لأن لا نستطيع مثلا أن نعمل مجمع سكني بالخط المعماري الجزائري. هو مقتصر فقط على السياحة. هي تعوض اللافتات، ولكن كذلك لا هي تلعب دور في تزيين المدن الجزائرية. المخترع محمد هديمي يحلم بأن يجسد اختراعه في أرض الوطن، فقد رفض عروضا كثيرة جاءته من عدة دول من بينها الخليج، فهل سيجد من يأخذ بيده هنا قبل أن يرجع إلينا بفكرته وإبداعه من هناك؟